السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم علامات ليلة القدر، لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد. علامات ليلة القدر. أصبحت علامات ليلة القدر محل بحث الكثير من الأشخاص، ويبحث الكثير من المسلمين عن علامات ليلة القدر ليعظم شأن هذه الليلة في العشر الأواخر من رمضان. علامات ليلة القدر على كل من قصر فيما مضى من رمضان. انتبه، فرمضان قد أوشك على الانتهاء. انتهز فرصة العشر الأواخر من رمضان وتقرب إلى الله بصومك والصلاة والصدقة وقيام الليل والاستغفار والصلاة على النبي والدعاء، لعلك تصادف ليلة القدر ويتغير حالك لأحسن الحال. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله. كذلك يبحث الكثير عن علامات ليلة القدر ودعاء ليلة القدر. وفي هذا الفيديو سوف نعرض عليكم علامات ليلة القدر. أولا، تكون فيها السماء صافية وخالية من النجوم. أما ثانيا، تكون فيها ليلة لا حارة ولا باردة. أما السبب الثالث، يكون القمر فيها كمثل شق جفنه، أي يكون القمر مثل نصف الطبق. أما رابعا، تكون شمسها تطلع بلا شعاع. أما خامسا، قوة الإضاءة والنور في تلك الليلة وانشراح الصدر فيها أكثر من غيرها. سادسا، الرياح تكون ساكنة. أما سابعا، كثرة عدد الملائكة فيها، وقد ورد في الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر: وإن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى. وهنا أعزائي المشاهدين شاركونا أنتم بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.